أين يقع جبل الأكراد ومن هم سكانه؟ يحاول الكثير من الشوفينيين عربا كانوا أو مستعربين أن ينفوا عن أهل الجبل صفتهم القومية، ولكن قبل الخوض في هذا الموضوع دعوني أسألكم: أين يقع جبل الأكراد؟ بالتأكيد هناك الكثير لا يعرف بأن جبل الأكراد يقع ضمن 3 محافظات السورية، ويشكل جزءا كبيرا ومهما منها، وهي محافظات اللاذقية وحما وإدلب. أذكر هنا بعض المصادر التي تتحدث عن الوجود التاريخي للكرد في سوريا عامة وفي جبل الأكراد خاصة. يقول المستشرق الفرنسي رينيه دوسات والمتخصص بتاريخ سوريا والمتوفي سنة 1958 في كتابه الصادر عام 1927 في العاصمة الفرنسية باريس ما يلي: يعود تاريخ الوجود الكردي في سوريا قبل التواجد العربي بمرحلة زمنية سحيقة، ويعود لمئات السنين قبل الميلاد، حيث كان سهل العمق ومنطقة حارم مأهولة بالكرد وتحت سيطرة الكرد قبل غزو الإسكندر المقدوني للمنطقة. الآن دعونا نعرف ما كتبه وترجمه من الأرشيف العثماني المؤرخ والبروفيسور الألماني ستيفان وينتر أو شتيفان فينتا كما يلفظه الألمان. يقول ستيفان وينتر، وطبعا مستشرق وبروفيسور: كانت منطقة الجبال الساحلية الشمالية حول اللاذقية تاريخيا مركز استيطان كردي مهم، يوثق السجل العقاري للضرائب من القرن السادس عشر بناء مسجد الأكراد في جبلة من دخل محصول خاص يعود ربما إلى طبقة من الكرد المتحضرين الذين ربما كانوا يمتلكون أراضٍ زراعية منذ عصر المماليك الشركس بين الأعوام 1382 و 1516 للميلاد. كان يطلق حتى القرن العشرين اسم جبل الأكراد على المناطق المرتفعة خلف جبلة واللاذقية، ولا تزال المناطق المحلية تحتفظ إلى أيامنا هذه بأسمائها الكردية كدوير الأكراد، مزار الأكراد، بيت الأكراد إلى آخره. كان بيت ياشوث وقرى علوية أخرى تعود ملكيتها ولحقبة طويلة لآغا عائلة كنج. كان حصن صهيون في سنجق جبلة حسب المصادر العثمانية، والذي كان يعود إلى الفرسان الصليبيين مسكونا من قبل قبيلة ساجلو أو ساجلو الكردية في القرن الثامن عشر الميلادي، إضافة إلى عائلة حسن آغا رستم الكردية، والذي امتد نفوذه ونفوذ هذه العائلة في كامل جبل الأكراد حتى بانياس، وبقيت هذه العائلة مسيطرة لعدة أجيال في تلك المناطق حتى القرن التاسع عشر الميلادي. أكتفي بهذه المعلومات من البروفيسور ستيفان وينتر الذي نقلها من الأرشيف العثماني، وأذكركم بمصدر آخر وهو كتاب عشائر بلاد الشام لأحمد وصفي زكريا الذي صدر عام 1945 للميلاد، وفيه يتحدث عن الوجود الكردي في هذه المناطق. دعونا من المصادر، ودعوني أسألكم: هل لدى الكرد دولة ونظام شوفيني كالأنظمة السورية والتركية والعراقية والفارسية حتى يقوموا بتكريد ما ليس لهم مثل ما فعلت الأنظمة الأربع المذكورة؟ بالتأكيد لا. لهذا تم تسمية هذا الجبل بجبل الأكراد نسبة إلى ساكنيه الكرد، وليس لسبب آخر ولا مجاملة من أحد. وموضوع التسمية لا يقتصر على الجبل فقط، بل على الكثير من قراه وعائلاته التي لديها أسام كردية، وكمثال على ذلك قرية مزين أي مزن، ومزن بالكردية تعني الكبير، وقرية وادي باصور، وباصور تعني الهواء الأحمر أي الحاد، وقرية سيترب عنهم هم يقولونها ستربة، قرية ستربة. إلى أهالي الجبل قسم اللاذقية لديكم قرية أنتم تقولون عنها ستربة
هي بالأصل سيترب، لأنه يوجد فيها 3 وجهاء أو شيوخ قبورهم موجودة فيها، قبور هؤلاء الرجال هم معروفون لديكم أنتم، لذلك سميت القرية على اسم القبور ال3 لهؤلاء الوجهاء رحمهم الله. سيترب أي القبور ال3، وكباني أي تعني ربة المنزل كباني، والشير قبوع تعني الأسد قبوع، وآرى تعني النار، وتردين هذه أسماء قرى في جبل الأكراد في اللاذقية. تردين تعني الشخص شبه المجنون، وعرافيت أي فيت وصف للشخص الضخم. هذه بعض القرى التي لا زالت تحتفظ بأسمائها الكردية ولم تطلها أيادي التعريب. كما أذكر بعض العائلات في الجبل بأسام كردية، وهي فاتو، حمدو، سينو، درويشو، كنج، جناورو، أوسي، زمو، وليو، برو، بغداش، دودو، حجيكو، الدو، رشو. بذلك يتضح بأن تسمية جبل الأكراد جاءت من ساكنيه الكرد، والذين غالبيتهم من أحفاد صلاح الدين الأيوبي الذي قام بتوطين جنوده وعائلاتهم في الجبل تمهيدا لمعركة بيت المقدس. وقلت غالبيتهم كون الوجود الكردي في جبل الأكراد يسبق مجيء القائد صلاح الدين الأيوبي. كما ذكرت لكم في بداية الفيديو نقلا عن المستشرق الفرنسي رينيه دوسال، يقول سبحانه وتعالى في سورة الحجرات: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا أن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. صدق الله العظيم. لذلك أقول لكل كردي من جبل الأكراد متمسك بأصله الكردي بأنك تطبق قوله تعالى: ولا تنكروا خلق الله بأن خلقك كرديا فطوبى لكل من يحترم خلق الله. محمد سرسري مسرچاوي من هر بجي كرد